لو الولاد عندكم زي ولادي ما بيحبوش ياكلوا السي فود، يبقى لازم تجربوا وصفة النهاردة، لانهم هيحبوها وهياكلوها وهيطلبوها منكم كتير. صينية المكرونة بالسي فود من احلى واطعم الاكلات اللي هتجربوها. اول حاجة في وصفتنا النهاردة، هنا معايا كاليماري قطعته وغسلته بالشكل ده، والجمبري اكيد اتنضف، ومعايا هنا قشر بياض سمك قطعته مكعبات كده. وفي الحلة على النار هبدأ احط زيت زيتون مع قطعة زبدة وبصلاية متوسطة. هنبدأ نقلب البصلاية لحد ما لونها يبدأ يغير. هبدأ أضيف عليها المكونات. أول حاجة هضيفها الكاليماري، وبعد ما أضيف الكمية كلها هبدأ أضيف عليها الكرفس. الكرفس مهم جدا مع الأسماك أو الأكلات البحرية، بيديها طعم حلو قوي ونكهة حلوة. هنقلبهم تقليبة وبعد كده هنبدأ نضيف باقي الإضافات. ضفت مكعبات السمك، وأكيد ما ننساش الثوم، وكمان هضيف فلفل ألوان وفلفل حار، ده اختياري. وآخر حاجة بنضيفها هي الجمبري، لانه بياخد وقت اقل شوية في السوا. بعد ما اضيف كل كمية الجمبري هضيف التوابل، اكيد هكتبها لكم كلها تحت الفيديو، وهي عبارة عن ملح وفلفل وكزبرة وتوم بودرة وبابريكا مدخنة. هقلبهم كلهم مع بعض كويس بالشكل ده، بس بالراحة عشان السمك ما يتهريش مننا. وبعد ما اديهم تقليبة ياخدوا مع بعض كل النكهات كده، هضيف عليهم المكون الاساسي اللي لازم يبقى موجود في السي فود معانا، وهو عصير الليمون. هضيف عصير ليمونة كاملة، وعلشان نتقل الصوص هضيف عليهم 3 معالق من الدقيق، عليهم 3 كوبايات من الشوربة او المرقة المتوفر عندنا، وبعد كده علبتين صغيرين من كريمة الطهي. اول علبة ودي تاني علبة حوالي 500 ملي، ولو مش متوفرة ممكن نضيف لبن، بس هنتقل الصوص شوية بدقيق اكتر. وبعد كده هنديها تقليبة كده مع بعض لحد ما كل النكهات تدخل مع بعض بالشكل ده، وهنسيبها تغلي. هتغلي اول غلية بالظبط هنحطها على طول على المكرونة اللي احنا سلقناها وحطيناها في الطاجن او الصينية بتاعتنا. واخر حاجة رشة الموتزاريلا على الوش، دي بتديها طعم وقرمشة حلوة جدا. وهندخلها الفرن على درجة حرارة 190، الرف وسط، لحد ما تكمل سوا. جربوها ومتأكدة هتحبوها. ولو أول مرة بتشوفوني ما تنسوش تعملوا فولو وسبسكرايب للقناة.